ازيك يا بطل؟ انت دلوقتي داخل على محطة تغيير حقيقي. هنا في تطور. احنا مش بس بنتكلم على الانتاجية، احنا بنبنيك من جديد. لو ناوي تخرج من الفيديو ده بشيء يغير يومك وحياتك، يبقى ركز، لان اللي جاي هيفرق كتير. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة. معكم أحمد. وأنا معاكم سلمى. النهاردة احنا هنغوص كده في موضوع أعتقد كلنا بنمر بيه، جاينا من قناة تطور. أيوة، الموضوع عن الحاجات الصغيرة دي اللي بتحصل كل يوم وممكن كده تعكنن علينا اليوم كله. بالظبط، زي مثلا الواحد ينسى مفاتيحه أو يتأخر دقيقتين 3 عن ميعاد مهم. حاجات تبان تافهة قوي، صح؟ صح جدا، بس بنلاقي نفسنا بنحس إن خلاص اليوم كده باظ وانتهى. هي دي بقى النقطة اللي المصدر قناة تطور بيسألها. هل فعلا العثرات الصغيرة دي هي السبب؟ ولا يمكن ده مجرد إحساس إحنا اللي بنعمله في نفسنا؟ تمام. المصدر هنا بيقول لنا حاجة مهمة قوي. العثرات دي أبدا مش نهاية العالم خالص. يعني المشكلة مش في العثرة نفسها؟ لا خالص، الأهم زي ما المصدر بيوضح هو إزاي بنتعامل معاها. رد فعلنا هو اللي بيحدد كل حاجة تقريبا. وتودينا للنقطة المحورية اللي قناة تطور بتركز عليها. بالظبط. الفكرة كلها مش في اللي حصل، يعني مش في إنك نسيت المفاتيح. امم الفكرة في رد فعلك أنت. هل هتستسلم بقى للإحباط والزعل وتقول خلاص يومي باظ؟ أيوة، زي ما كتير بيعملوا للأسف. أو هتقبل الموقف وتحاول تشوف هتعمل إيه؟ المصدر بيقول إن الاستسلام للمشاعر السلبية دي هو الفخ الحقيقي. يعني إحنا اللي بنخلي الموقف الصغير يكبر ويبقى مشكلة فعلا. مظبوط. المصدر بيقول إن مجرد بس ما تقبل اللي حصل وتتعامل بهدوء، الدنيا بتتغير. بدل ما نقول اليوم ضرب، نقول طيب حصل خير، إيه بقى اللي ممكن نعمله دلوقتي؟ أيوة بالظبط كده. القبول ده بيخرجنا من دايرة إننا نفضل نلوم نفسنا أو نلوم الظروف. والحياة دايما فيها مفاجآت، دي طبيعتها. أكيد. وقدرتنا على التعامل بمرونة مع المفاجآت دي هي اللي بتفرق فعلا. طيب قناة تطور بتقترح إيه كخطوات عملية؟ نعمل إيه لما تحصل حاجة زي دي؟ في كذا خطوة المصدر بيقترحها، وبصراحة عملية جدا. زي إيه؟ أول حاجة ودي مهمة قوي، إنك تاخد لحظة كده وتقف وتاخد نفس عميق بجد. عشان الواحد يهدى شوية ويكسر التوتر الأولاني ده. تمام. وبعدين بدل ما تسيب دماغك تروح للأفكار السلبية، قيم الموقف بهدوء. يعني أفكر أنا فين دلوقتي، وإيه أحسن حاجة ممكن أعملها باللي معايا عشان أصلح الدنيا. بالظبط كده. التقييم الهادي ده بيخلي العقل يشتغل بمنطق مش بالمشاعر بس. وده ممكن يخلي الواحد يشوف حلول ما كانش شايفها هو متوتر أو غضبان. فعلا. في نقطة تانية لطيفة قوي المصدر بيشير ليها، اللي هي إنك تحاول تلاقي أي جانب إيجابي أو حتى فرصة غير متوقعة في الموقف. إزاي لو اتأخرت مثلا؟ أيوة. المصدر بيقول ممكن تعتبر التأخير ده حتى لو غصب عنك فرصة تاخد نفسك فيها. زي استراحة صغيرة كده الواحد ما كانش عامل حسابها. أو زي ما بيقولوا فرصة تنفض التراب عن عقلك، تراجع أولوياتك بسرعة. يعني تحول الموقف السلبي لحاجة إيجابية صغيرة. فكرة حلوة دي بصراحة. وهنا بقى بتيجي أهمية فكرة تانية المصدر بيأكد عليها جدا: إيه هي؟ الاستعداد المسبق، وإن يبقى عندك خطط بديلة. قناة تطور بتشدد إن التفكير ده مش رفاهية خالص. لا طبعا، ده بيفرق كتير. ده أداة قوية جدا. لما يبقى عندك خطة بديلة، خطة باء أو حتى جيم، حتى لو لحاجات بسيطة. بيحسسك إنك مسيطر شوية، صح؟ جدا. بيخلي واقع المفاجآت أخف بكتير. المشاكل بتتحل أسهل لما تكون متوقع إن ممكن تحصل. فعلا. وجود خطة بديلة ده بيحول إحساس العجز لإحساس بالقدرة إنك تتصرف. مظبوط. كأن المصدر بيقول لنا إن التخطيط ده بيخلينا جاهزين للي مش متوقعينه. وبيساعد نعوض أي وقت ضاع أو نعدل طريقنا بسرعة ومن غير توتر كبير. بالظبط. بيخلينا أكتر مرونة وقدرة على التكيف، ودي مهارة مهمة قوي للنجاح في أي حاجة. وفي الآخر قناة تطور بتلخص الفكرة كلها في رؤية ملهمة قوي. إيه هي؟ إن العثرات مش دليل فشل خالص، دي جزء طبيعي وأساسي من رحلتنا كلنا للتطور والتعلم. بالعكس تماماً. المصدر بيعتبرها هي دي المواقف اللي بتبني شخصيتنا فعلاً. إزاي؟ كل مرة بنواجه موقف صعب حتى لو كان بسيط وبنقدر نتعامل معاه بهدوء ونلاقي حل، بنبقى أقوى وأنضج. وبنبقى أذكى كمان في التعامل مع المواقف اللي بعد كده. أكيد. بنتعلم إزاي نكمل طريقنا حتى لو مش كل حاجة ماشية زي ما خططنا بالظبط. نقدر نقول إن العثرات دي حسب كلام المصدر هي اللي بتثقلنا
وتجهزنا للتحديات الأكبر. تماماً. مواجهة الصعوبات الصغيرة دي بهدوء والتفكير في حلول بديلة بدل ما نستسلم للإحباط هو ده اللي بيبني قوتنا الذهنية والعاطفية مع الوقت. يعني مش مجرد عقبات وخلاص. لا، المصدر بيقدمها كفرص حقيقية للنمو الشخصي. جميل جدا. والمصدر بيختم الموضوع ده بدعوة لطيفة للتجربة. أيوة، تحدي صغير كده نفكر فيه. المرة الجاية لما تقابلنا أي عفرة من دول، أي موقف صغير يعكن علينا، نجرب بوعي نطبق الخطوات دي، يعني نهدى الأول، ناخد نفس، وبعدين نقيم الموقف بهدوء ونفكر في حل بديل أو حتى جانب إيجابي زي ما قلنا. ونشوف بقى الفرق اللي ده هيعمله في إحساسنا وكمان في نتيجة الموقف نفسه. أعتقد دي تجربة بسيطة بس ممكن تغير كتير في طريقة تعاملنا مع تحديات الحياة اليومية. وتخلي أيامنا يعني أهدى وأفضل. بالظبط. وبكده نكون لخصنا أهم الأفكار القيمة من قناة تطور عن التعامل مع العثرات الصغيرة. نتمنى تكون الأفكار دي عجبتكم وكانت مفيدة. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.